قلنا لكم يا جماعه مالكوش دعوه بالنادي الاهلي، ما تجيبوش سيره النادي الاهلي. اطلع احتفل زي ما انت عايز، ما يفرقش معايا احتفالاتك، بس ما تجيبش سيره النادي الاهلي، ما تقللش من النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. لكن انتوا غاويين كل مره وكل حلقه نطلع نشطف حد فيكم. النهارده الدور بقى هنشطف مين؟ هنشطف دونجا، بس خليك معايا لاخر الحلقه عشان الحلقه دي هتعجبك قوي. بص يا دونجا، الدخله اللي انت دخلتها مع ابراهيم فايق دي ما تخش ذمتي بنكله، ولا تخش ذمه جمهور النادي الاهلي بنكله، لانها اساسا ما تفرقش معانا خالص. احتفل زي ما انت عايز، لان احتفالاتك كلها ما تفرقش معايا، لان انا اساسا مش شايفك. انا طول عمري دايس على وشك، فبالتالي انا مش شايفك. فاحتفالاتك دي كلها انا مش شايفها. لكن تجيب سيره النادي الاهلي وتحاول تقلل من النادي الاهلي وتحاول تقلل من بطولات النادي الاهلي، لا هنشطفك. بص يا دونجا، انت دلوقتي طالع بتقول في تصريح ان الكونفدراليه بالنسبه لك زي دوري الابطال، وان الكونفدراليه ما تقلش عن دوري الابطال، وان هما الاتنين بنفس القوه. طب معلش بس كده سؤال يا كابتن دونجا، حضرتك بتاخد الكونفدراليه عادي، طب ليه حضرتك وفرقتك بقالك 22 سنه مش عارف تاخد دوري الابطال طالما الاتنين بنفس القوه ومفيش فرق ما بين البطولتين؟ يا ريت تجاوبني يا كابتن دونجا. ولا يكونش عندكم ظروف في دوري الابطال؟ لما بتلعبوا في دوري الابطال مثلا بيجيلكوا ظروف بتمنعكم ان انتوا تاخدوا البطوله؟ لو في حاجه كده قول لنا عشان احنا عندنا العلاج. لو انت عايز العلاج اطلبه من جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عنده العلاج اللي هيعالجك بيه علشان تقدر تاخد دوري الابطال يا كابتن دونجا، ماشي؟ التصريح التاني بقى للكابتن دونجا، الكابتن دونجا طالع بيقول لك يا سيدي ان نهائي السوبر الافريقي بنفس قوة نهائي القضية ممكن بتاع قفشة، والاتنين بنفس القوة، وان هما كده خدوا حقهم من نهائي قفشة. طب معلش يا كابتن دونجا، كده لو الاتنين كده بنفس القوة يا ريت توضح لي بس، عشان انا حاسس ان الموضوع ده فيه مؤامرة على الزمالك وعلى بطل السوبر الافريقي. يا ريت توضح لي بس كام نقطة كده. ليه بطل دوري الابطال بياخد جايزة اضعاف بطل السوبر الافريقي؟ ليه الاتحاد الافريقي عامل جايزة لبطل دوري الابطال 4 مليون دولار وبطل السوبر الافريقي كبيره بيبقى نص مليون دولار؟ هل ده تواطؤ على نادي الزمالك وعلى ابطال السوبر الافريقي؟ ممكن يبقى تواطؤ من الكاف يا كابتن دونجا، خلي بالك ركز في الموضوع ده كويس، عشان شكلها كده العملية فيها تواطؤ من الكاف اضطهادا للزمالك واضطهادا لأبطال السوبر الأفريقي. واللي بيأكد التواطؤ بقى كمان يا كابتن دونجا إن الكاف بطل دوري الأبطال بيديله 5 نقاط في تصنيف الأندية الأفريقية، في حين بطل السوبر الأفريقي بياخد نقطة واحدة بس يا كابتن دونجا. يا ترى من وجهة نظرك ليه يا كابتن دونجا بقى؟ ده بيأكد عملية التواطؤ وعملية المحاباة لبطل دوري الأبطال يا كابتن دونجا، وده ما ينفعش يتسكت عليه أبدا يا كابتن دونجا. انتوا لازم تطالبوا الكاف إن بطل السوبر الأفريقي اللي هو الزمالك ياخد نفس عدد نقاط بطل دوري الأبطال. مش أنت كسبت بطل دوري الأبطال، يبقى أنت لازم تاخد عدد نقاط زيه بالظبط يا كابتن دونجا. تعالى بقى للنقطة التالتة اللي بتثبت لك إن الفيفا كمان متواطئ مع الكاف في المحاباة لبطل دوري الأبطال على حساب بطل السوبر الأفريقي اللي هو الزمالك. ليه بطل دوري الأبطال وليه نهائي قفشه واللي زي نهائي قفشه بيوصلني لكاس عالم للانديه، في حين ان بطل السوبر الافريقي ما بيروحش كاس عالم للانديه؟ شفت بقى يا كابتن دونجا انه كله جاي على الزمالك وكله بيتواطأ على الزمالك، حتى الفيفا كمان. الفيفا بتتعاون مع الكاف ضد الزمالك وضد ان الزمالك يلعب في كاس العالم للانديه، وبتخلي بطل دوري الابطال بس هو اللي يروح يلعب كاس عالم للانديه. زي ما انا كده هروح الشهر الجاي العب مع العين الاماراتي كاس عالم للانديه، واللي هيكسب فينا هيبقى بطل 3 قارات وهيستلم كاس في الملعب يا كابتن دونجا. ما ينفعش كده يا كابتن دونجا، انتوا لازم تلعبوا كاس عالم للانديه يا كابتن دونجا، ده انتوا ابطال السوبر الافريقي يا جدع، ده انتوا غلبتوا بطل دوري الابطال يا جدع. انتوا لازم ما تسكتوش على الكلام ده، ما ينفعش خالص يا كابتن دونجا تسكتوا على الكلام ده. بس هو المشكله يا كابتن دونجا ان بطوله السوبر الافريقي اللي انتوا خدتوها دي كبيره توصلكوا للحمام، مش هتوصلكوا ابعد من كده للاسف يعني. وانا الصراحه مستغرب بقى من الاعلامي اللي المفروض ان هو قاعد قدامه اللي هو ابراهيم فايق، ان هو ما يطلعش يرد عليه، وان هو ما يردش على اي نقطه من اللي قالها دي. ازاي بيقعد يسمع الكلام والهرتله والهجايز اللي بتتقال على الهوا دي وهو قاعد ساكت، قاعد مبتسم، قاعد ماشي معاه في نفس السياق ونفس الحوار؟ اعلاميين مصر يا جماعه ما فيهمش اعلامي عليه الطلب، ما فيهمش اعلامي بيتكلم بانصاف وبيتكلم بحق، كلهم ماشيه مع الرايجه. نتمنى تشريفة النهاردة تكون عجبتك يا كابتن دونجا، واستنونا في حلقة جديدة مع تشطيفة جديدة لحد تاني بيفكر يتطاول على النادي الأهلي. سلام عليكم.